قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس. هذا فيه دليل لنا وللجمهور على أن القوم إذا اجتمعوا وحضرتهم الصلاة فإن أولاهم بالإمامة وأحقهم بها أعلامهم وأفقههم. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. صورتها: إذا وجد رجلان أحدهما يحفظ من القرآن ما يقيم به صلاته ويقرأه قراءة حسنة، ولكنه لا يحفظه كله وهو عالم، وآخر يحفظ القرآن كله ويقرأه قراءة حسنة ويعلم وله من العلم ما يقيم به صلاته صلاة صحيحة، ولكن لا علم له بدقائق أحكام الصلاة أو بدقائق السهو فيها. فإذا اجتمعا أيهما يقدم؟ قلنا وقال مثلنا الشافعية والحنفية: يقدم أعلمهما وأفقههما. ولذلك قال مالك رحمه الله في المدونة: يتقدم القوم أعلمهم إذا كان له حال حسنة، وإن للسن حقا. قال: فقلت فأقرأهم؟ قال مالك: قد يقرأ من لا. قد يقرأ من لا ترضى حاله، من ليست حاله حسنة. وفي العتبية سئل مالك عن القوم يكونون في السفر أيهم ترى أن يؤمهم، وفيهم الفقيه وذو السن والقارئ. فقال مالك: الفقيه في رأيي أرى أن يؤمهم، وإن لذي السن حقا، ولم يذكر القارئ. وذهب الحنابلة إلى أن الأولى بالإمامة والأحق بها أقرأهم. استدل المالكية والجمهور على أن الأحق بالإمامة الأفقه بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس. وقد علم أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أقوام غير أبي بكر بأنهم أقرأ من أبي بكر. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وفي الناس أبي بن كعب وهو أقرأ ولم يتقدم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وفي الناس عبد الله بن مسعود. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولم يقدم ابن مسعود. وقدم أبا بكر وفي القوم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد وهو ابن مسعود، من ابن أم عبد، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وفي الناس من نص على من عرف أنهم أقرأ، بل نص على أقرأيتهم، ومع ذلك قدم أبا بكر. فقلنا التقديم إذن للأعلم، لأن أبا بكر أعلمهم ولا شك في ذلك، وليس التقديم للأقرأ. واستدللنا أيضا بما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فقال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، ومن شرط الضامن أن يكون عالما بأحكام المضمون، والمضمون الصلاة، فلذلك كان الأولى الأعلم لأنه أعلم بما يضمن من الأقرأ. استدل الحنابلة على أن الأحق بالإمامة الأقرأ بما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. فقدم صلى الله عليه وسلم الأقرأ. واستدلوا بما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنص صلى الله عليه وسلم على أن المقدم أكثرهم قرآنا. واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن صغار الصحابة أموا كبارهم لأنهم كانوا أكثر منهم قرآنا. من ذلك ما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة، هذا الحديث ذكرت لكم، قال رضي الله عنه: كنا بماء ممر الناس، وكانت تمر بنا الركبان، فكنا نسألهم: ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون، أي الركبان المسافرون، يقولون: يزعم أنه نبي، يزعمون أن الله أرسله أوحى إليه. فعندما تخبر الركبان بهذا وتخبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه به، قال: فكان ذلك الكلام، كان يحفظ ذلك الكلام، قال: كأنما يقر في قلبي، إلى الحديث إلى أن قال: فبادر أبي قومه بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا لوقت كذا، وصلوا صلاة كذا لوقت كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، فقدموه وفيهم الشيوخ الكبار لأنه كان أكثرهم قرآنا، لأنه كان أكثرهم قرآنا، فالعبرة إذن قالوا بالأقرأ. ومن ذلك أيضا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون المدينة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وسالم كان في ذلك الوقت صغيرا. وأجابوا عن استدلال الجمهور، عن استدلال الملك، قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس، هذا لم ترد به الصلاة، إنما أريد به الخلافة. أجبنا نحن أيضا عما استدل به الحنابلة. أما ردهم على حديثنا وأنه مراد به خلافة، نعم هذا ذكرناه وهذا لا ننكره، لكن تلك إرادة ثانية. الإرادة الأولى هي أن يؤمهم الصلاة، والإرادة الثانية المبنية على الأولى هي أن يكون خليفة لهم. ثم كل ما استدلوا به، وهي أحاديث صحيحة لا شك فيها، لكن مرجعها
مرجعها كلها شيء واحد، وهو النص على الأقرأ، ولا لا؟ طيب، ونحن نقول الأقرأ في هذه الأحاديث هو الأعلم. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يسلمون رجالا، فكانوا يحفظون القرآن ويتفقهون فيما يحفظونه من القرآن ويتعلمون أحكام ما يحفظونه، فالأكثر قرآنا أكثر فقها ضرورة. الناس لم تكن تحفظ من غير أن تتفقه، من حافظ شيئا تفقه فيه، فإذا حفظت 10 آيات فأنت أفقه من الذي فالذي حافظ 100 آية أفقه منك. يدل لهذا الذي ذكرت لكم ما رواه الطحاوي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا نتجاوزهن فلا نتعلم 10 التي تليها حتى نعلم ما في هذه من العمل. وهذا ظاهر جدا. يتعلمون 10 آيات يحفظونها ثم يتعلمون ما فيها من العمل فيتفقهون فيها. معناه الحافظ 10 آيات يعلم ما فيها من العلم، والحافظ 100 آية يعلم ما فيها من العلم، والحافظ القرآن يعلم ما فيه من العلم. معناه أن الأكثرهم حفظا أكثرهم علما ضرورة. ويدل لهذا أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فأخذنا العلم والعمل. وهذا أيضا صريح جدا. فإذا عندما نتحدث عن القراء فالقراء في ذلك الوقت هم الفقهاء، ولا ينبغي أن يفهم قراءهم كقراء بأنهم بمثابة قرائنا، من يحفظ القرآن كله ولكن ليس يفهم منه شيئا. وهذا صريح جدا في هذا الذي ذكرت لكم عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن ابن مسعود. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. القراء من هم القراء؟ حفظة القرآن أم الفقهاء؟ هم الفقهاء، بدليل أن منهم ابن عباس، وابن عباس شهرته بالفقه أكثر من شهرته بالقراءة. النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء دعا ابن عباس؟ بالفقه، فقهه في الدين، وكان من أصحاب مجلس عمر. علي رضي الله عنه كان من أصحاب مشورة عمر ومجلسه، وشهرة علي بالفقه أكثر من شهرته بالقراءة. فلذلك نقول إن الأقراء معناه الأعلام، والقراء هم الفقهاء، وهذا صريح في هذه الأحاديث التي ذكرنا. ثم نتنزل جدلا مع الحنابلة رحمة الله على جميع علماء المسلمين، نتنزل جدلا على أن الأقرأ المراد به الأكثر حفظا بغض النظر عما يعلمه مما يحفظه. هب أن هذا كهذا، فإننا نقول بعض العلماء طائفة منهم حملوا هذا على أنه كان في الزمن الأول في أول الإسلام لما كان حفاظ القرآن قليلا، فكانوا يقدمون الأقرأ لأنهم قليل، فلذلك قدم عمرو بن سلمة وهو صغير، ولذلك قدم سالم بن أبي حذيفة وهو صغير لعدم وجود الحفظة أو لقلتهم. أما وقد كثر الحفاظ بحمد الله وانتشروا فلا بد من الرجوع إلى الأعلم، وهو الأولى بالتقديم. ثم إن النظر أيضا يدل على أرجحية مذهب مالك والجمهور. كيف هذا؟ القدر الذي تفتقر إليه الصلاة من العلم أكثر من القدر الذي تفتقر إليه الصلاة من القراءة، ولا؟ القراءة لا يفتقر إليها إلا في ركن واحد، وهو القيام. والعلم الفقه يفتقر إليه في الأركان كلها، فكان اعتبار ما يفتقر إليه في كل الصلاة أولى من اعتبار ما يفتقر إليه في ركن واحد من أركان الصلاة.
فهذا أيضا يدل على أرجحية مذهب الجمهور. ثم إنه قد يقع في الصلاة من الأحكام ما لا يعرفه القارئ فيفسدها على نفسه وعلى من خلفه، ويعلمه العالم فلا يفسدها لا على نفسه ولا على من خلفه، فكان الأولى بالتقديم الأفقه. ثم إننا نقول بعد هذا كله هناك وجه آخر لترجيح مذهب مالك والجمهور. كيف هذا؟ نظرنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وأبو بكر أعلم لا شك في هذا. روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه حديث طويل، وفيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكان أبو بكر أعلمه ماذا لا شك فيه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلما نظرنا في قوله صلى الله عليه وسلم وجدناه أمر بتقديم الأعلم ووجدناه أمر بتقديم الأقرأ، لكن وجدنا أمره بتقديم الأعلم آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، لأن تقديم الأعلم كان في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وتقديم الأقرأ كان قبل ذلك بدهور. وإذا كان هذا على الوصف الذي ذكرنا فإن اتباع آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أولى وأظهر وأرجح، والله أعلم. نعم.